هندوقها مع بعض دلوقتي. بصوا ما شاء الله. بصوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الطعم مش محتاج كلام، والجمال عدى الكلام. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناتي، قناة نانا هوم. هنعمل مع بعض النهاردة أم علي العيش الفينو، أو فتة العيش الفينو. تمام كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي نشوف مع بعض معانا ايه. معانا عيش متقطع مقصوص، عيش فينو حوالي رغيفين يعني، او حسب اللي انت عايزاه ده، بس هو يعني المقدار ده حوالي رغيفين. ومتقطع ومقصوص قطع صغيرة. ومعانا زبيب على جوز هند، ومعانا شوية مكسرات، ومعانا فانيليا، وثلاث معالق سكر او السكر حسب الرغبة، وثلاث كوبايات لبن، مجات لبن، علشان هعمل 3 طواجن او 3 برامات، فكل برام هياخد حوالي كوباية لبن، وهنشوف مع بعض. وعندنا قشطة وزبدة ومعلقتين كبار كريم شانتيه. تمام كده. اما تكوني محتارة مش عارفة تعملي حاجة حلوة ايه، عندك عيش فينو، وعندك لبن، وعندك زبدة وشوية مكسرات، او مش مشكلة، مش شرط تحطي لها مكسرات، وتقومي عاملاها على طول. احلى حاجة حلوة، حلاوتها جميلة وبزيادة، وتتاكل بألف هنا وشفا. هنشوف هنبتدي نعمل مع بعض ايه. اول حاجة هنحط العيش الفينو في الفرن ونحمصه شوية مع قطعة زبدة. تمام. هنبتدي دلوقتي نخلط اللبن. 3 كوبايات اللبن، كده 3، مع السكر 3 معالق سكر، مع معلقتين الكريم شانتيه، وهنبتدي ندوبهم مع بعض. تمام كده. وهنضيف لهم نقطتين فانيليا، يا مش كتير، المفروض مش كتير، بس نقطتين بس. ولو عندك فانيليا اللي هي الاكياس او العلب الصغيره، يعني كيس فانيليا يكفي. تمام. العيش بتاعنا خلاص اتحمص. بصوا القرمشه دي بتبقى جميله جدا، وايه، والعيش بيبقى له كده ايه، قوام كده وشخصيه. لما نيجي ندخله الفرن ونطلعه من الفرن يبقى تحفه. اول حاجه هنسقي العيش باللبن والسكر والكريم شانتيه. تمام. احنا حاطين 3 كوبايات لبن على ال3 برامات او ال3 طواجن، و3 معالق سكر، والسكر حسب الرغبة، ومعلقتين كريم شانتيه، ورشة فانيليا. تمام. نحط الكمية كلها عشان المقدار يبقى مظبوط. خلاص كده احنا وزعنا كمية اللبن بالخليط اللي هو السكر والكريم شانتيه وكده والفانيليا، وزعناه على ال3 برامات. بعد كده الخطوة بقى اللي جاية هنضيف المكسرات، شوية جوز هند مع زبيب. هي خطواتها بسيطة جدا،
ان شاء الله ان شاء الله تعملوها، ان شاء الله تطلع جميلة بإذن الله، بألف هنا وشفا. برضو دي من الحلويات الشتوية، عشان هي بتتاكل سخنة وبتتاكل باردة، بس الأفضل إن هي إيه تبقى ما تبقى دافية كده شوية. ناكلها تمام كده. وهنضيف شوية إيه، شوية مكسرات. برضو هنا شوية مكسرات. مم. تمام كده. خلاص كده احنا ايه، اضفنا المكسرات لكل برام. تمام كده. الخطوة بقى اللي جاية، الخطوة اللي جاية هنضيف القشطة، يعني كل واحدة كده معلقة قشطة على الوش كده. وبرضه دي معلقة قشطة، ودي برضه معلقة قشطة. تمام كده. خلاص القشطة كده تمام على الوش. هنضيف بقى ايه، يعني ايه، قطعة زبدة مع القشطة على كل واحدة. تمام كده. انا مقطعاها ايه قطع صغيرة اهو. اهو. كده تمام، اضفنا كل المكونات. واوريدي انا فاتحة الفرن، وهدخله الفرن ايه في النص، وهفتح عليه من تحت، وهنشوف بقى بعد كده هيطلع شكله ايه. ام علي اهي طلعت من الفرن. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بإذن الله بإذن الله تعملوها وهتعجبكم. وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.